إننا مطالبون في دول مجلس التعاون بالعمل الحثيث لاستكمال عملية التكامل القائمة بيننا والسعي المتواصل لتحقيق الاندماج الكامل فيما بيننا. وفي الوقت نفسه علينا مراجعة سياساتنا في كافة القطاعات بشكل جدي ليكون هدفها بناء المواطن، تعود فائدتها إلى شعوبنا وترسخ هويتها الوطنية. وإذا ما استمرت السياسات التي اتبعت خلال عقود ماضية فإننا لا شك سنكون أقليات في بلادنا في وقت ما، وبالتالي وجودنا نفسه سيكون عرضة للخطر. فالتنمية الاقتصادية يجب أن ترتبط بالتركيبة السكانية. إن هذا الأمر يتطلب رؤى جديدة وسياسات فاعلة في مجالات التعليم والتثقيف والتدريب والتأهيل، ليكون مواطنون في مستوى اقتصادات بلادهم ومنطقتهم ليستفيدوا منها، وهم الأحق بها، فالنفط ليس دائم. إن الإدراك يتزايد في منطقة الخليج حول أهمية موضوع الهوية الوطنية، لا سيما ونحن نرى الآثار المدمرة في بلدان كثيرة ومنها بعض دولنا العربية والتي لم تنجح في صياغة هوية وطنية جامعة، إذ تفتت النسيج الاجتماعي فيها بسبب هيمنة هويات فرعية دينية أو طائفية أو مذهبية أو مناطقية لا تبنى على أسسها الأوطان، بل تتسبب في تدمير الأوطان. وبذلك علينا أن نعض بالنوادج على كياناتنا الوطنية الناجحة، وأن نرسخ هوياتنا الوطنية لنحافظ على المنجزات المحققة. وهنا بحمد الله ما نلمسه عند شعبنا، وبذلك لا خوف على هويتنا الأصيلة.